لو عاوز تعرف ازاي بنتحكم في الألم مع جراحات السمنة، تابعني في الفيديو ده. ازاي بنتحكم في الألم مع جراحات السمنة؟ القصة بتبدأ في غرفتك وبتنتهي برضه في غرفتك، وانت في غرفة الإقامة بتاعتك. وقبل ما تدخل العمليات، لو انت من النوع المتوتر والقلقان، بنديك مهدئ بسيط عشان ما تحسش بأي حاجة لحد لما تخلص عمليتك. وبعدين أول ما دكتور التخدير يبدأ ينيمك، بنديك ماسك تخدير تشمه لحد لما تنام تماما، وبعدين نركب كانولا ونبدأ العملية. بنحقن بنج موضعي في الجروح وفي تجويف البطن بعد العملية. بنستخدم نظام الإفاقة السريع بعد العملية، إيراس Enhanced Recovery After Surgery، وده بيقلل الألم ومشاكل ومضاعفات التخدير. وبعدين بنركب جهاز ضد الألم، جهاز الBCA، وده عبارة عن مضخة إلكترونية بتضخ لوحدها 2 سم من المسكن كل ساعة. وفي خلال الساعة لو حسيت بألم، كل اللي عليك هتلاقي زرار موجود، هتضغط عليه هيضخ لك نص سنتي من المسكن كل ربع ساعة. وعشان كده المريض بيعدي من العملية زي الشعرة من العجينة، وكأنه ما عملش عمليات بفضل الله. لو عاوز تعرف كل حاجة عن عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديوهات اللي جاية. استنوني.